الأحداث اللي بتتم في الشارع المصري خلت كل شخص وكل مجموعة يضعوا سيناريو معين للأحداث اللي هيحصل بعد كده، وده بيخلي إن في الشارع المصري أزمة كبيرة جدا. ايه اللي هيحصل بعد كده وايه التوقعات وازاي نواجه الازمات اللي بتمر بيها مصر؟ ده اللي هنعرفه مع ضيف اللي بيشرفنا النهارده في الاستوديو، شريف سمير، صحفي بجريده الاهرام. اهلا وسهلا بيك يا شريف. اهلا بيك. شرفني ومنورني. الله يخليك. مبدئيا كده رايك ايه في الاوضاع اللي بتمر بيها مصر في الفتره الحاليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا اولا طبعا بقدم تعازيه لكل شهيد على ارض مصر بدءا من 25 يناير 2011 وحتى هذه اللحظه. تمام. اي شهيد ده لازم نكن له كل احترام وتقدير. والاحداث اللي حاصله في مصر هي يعني محصله لتوترات كتيره جدا على فترات يعني متقاربه. وعايز اقول على فكره ان اللي حاصل ده تحديدا انا يعني برغم بقدر ما انا مستاء من اللي بيحصل، لكن انا متوقعه في ظل حاله الفراغ الامني اللي احنا عايشينها. كويس. ايه اللي انت بتقصد ايه بالحدث؟ هل تقصد ما حدث في بورسعيد ام تقصد ما يحدث الان في شوارع التحرير؟ يعني انت قصدك مين فيه؟ اللي حصل في بورسعيد ده نتيجه مترتبه على اللي كان بيحصل في التحرير في فترات طويله جدا، لان اللي حصل في احداث محمد محمود ومجلس الوزراء يعني ثواني، انا معلش بدون قطع كلامك، يعني انت شايف ان اللي حصل في بورسعيد كان متوقع؟ انت ممكن يحصل اي حاجه واحنا في ماسبيرو دلوقتي. اي حاجه في مصر دلوقتي متوقعه في ظل حاله الانفلات الامني، وفي ظل ان انت بتدي فرصه للي قدامك ان هو يحاول بقدر الامكان انه ينشر الفوضى في البلد. تمام. فده ضروري جدا. تمام. اللي كان حاصل هو كان اوفر جدا في بورسعيد، يعني احنا كنا تصورناها ممكن تكون احداث شغب عاديه، لكن هي فعلا ممنهجه، هي فعلا مدبره ومحدش يقدر ينكر ده. تمام. وانا شايف ان المجلس العسكري بيتحمل جزء من ده في ايه؟ في انه ساب الارض متاحه ومباحه لان يحصل فيه اي نوع من انواع احداث الفوضى. ده شيء طبيعي. احنا يمكن بنعرض فيديو دلوقتي، يعني تخيل ان في ناس طالعه فوق الاسطح علشان يحصل ضرب على الامن. يعني هو السؤال، دول طلعوا ازاي ووصلوا ازاي؟ يعني هنا النقطه بقى، هل شايف ان الانفلات الامني ليه دور برضه في الجزئيه دي؟ ان هو ترك الناس تطلع على الاسطح للمباني القريبه من وزاره الداخليه؟ تعال نقيسها على اللي حصل ايام الانتخابات البرلمانيه. الانتخابات البرلمانيه كان في حاله انضباط امني شديده جدا، وكان السبب في ده ان المجلس العسكري عامل كنترول على هذه الانتخابات، فبالتالي ما كانش في اي تجاوز من اي نوع. تمام. المجلس العسكري او الجيش او الداخليه لما بيحب ان هو يحقق نوع من انواع الانضباط بيتحقق. ده تعمد من او نقدر نقول انه علشان ما يكونش في اتهام صريح للمجلس العسكري او الداخليه، لكن ده في تساهل من المجلس العسكري. وده سببه حاجه واحده اساسيه، رفض للي حاصل في التحرير من اعتصامات وتظاهرات تطالب برحيل بل باعدام المشير. يعني انا بحلل لك الموقف. التحليل بيقول ايه؟ ان في اعتصامات في يوم 25 يناير 2012 بعد سنه احتفالا بالثوره وتجديد المطالب. حصل في ده مطالبات باعدام المشير وعدم اتاحه الخروج الامن للمجلس العسكري. طب انت شايف يعني قطع الطريق هل له علاقه بالمجلس؟ عشان ما انت بتلاقي ان في ناس برضه عماله تقطع الطريق وبتطالب باشياء اخرى بعيدا عن ميدان التحرير. احنا برضه لو احنا هنحلل بهذا الشكل، احنا لازم نحلل كل الامور. يعني احنا هنحلل جزئيه بس ونسيب الاجزاء الاخرى. رايك ايه في فكره انقطاع الطرق ومشكله الغاز ومشكله البنزين والمشاكل دي كلها؟ يعني لسه مجلس الشعب النهارده كان في جلسه بخصوص هذا الموضوع. طيب احنا بقى بصدد مناقشه الموضوع. تمام. انت حضرتك شايف ايه؟ لا يعني خد دي بالك، الفكره. انا مذيع بسال، انت ضيف. مش مشكله خالص. انت النهارده جاي النهارده عشان تحلل لنا الامور، والمشاهدين بيسمعوه بيحللوا الامور اللي انت بتقوله. هتلاقي في مؤيدين، هتلاقي في معارضين، فانا بقول لك تقييمك للامور. تقييم الامور. انا عايز احاسب المجلس العسكري. اولا في حاجه لازم نتفق عليها، انا مع ان المجلس العسكري يرحل عن السلطه، لكن التوقيت انا بختلف مع الاخرين. دلوقتي المجلس العسكري الزم نفسه بمده معينه اللي هي 30 يونيو ان هو يسلم السلطه لسلطه مدنيه. تمام. يعني انت قدامك بالظبط شهرين تقدر من خلالهم تباشر اعمالك من خلال مجلس الشعب، وتحاول ان انت تحقق المطالب بقى وتبني دولتك. الشهرين دول هو انت ملزم من خلالهم ان المجلس العسكري يسلم لك السلطه، وانا موافق على ده. بعد 30/6 لو حصل تلكؤ او تباطؤ من المجلس العسكري كلنا بلا استثناء نرفض ده، ولابد ان تسلم السلطه حاليا. لكن تقييم اللي بيحصل دلوقتي، انت دلوقتي انا عايز احاسب الداخليه او احاسب الامن ان انت بتفرط في امن الشارع وامن المواطن. ازاي؟
ازاي انت طول الوقت انت متظاهر، وطول الوقت انت بتجدد مطالب، وطول الوقت انت بتعمل احتكاكات بينك وبين الامن وتتوقع سيطره؟ طب هل ترى ان وزير الداخليه بقراراته بتوزيع رموز النظام السابق على السجون، هل من الممكن ان هي تلعب دور مهم جدا في تهدئه الشارع المصري؟ على اي مستوى هيهدي؟ نقلت يعني زي بالظبط لعبه الشطرنج، نقلت ده من ده لده، دي مجرد انا شايف انها تحركات تكتيكيه مش اكتر. الرموز كلهم اتنقلوا. ايه السجون؟ احنا بنتعامل مع عصابه، دي كانت عصابه بتتقن لعب من خلال العلاقات ومن خلال تحريك بعض الدمى اللي هم كانوا مين؟ البلطجيه. وهو البعض بيرى ان احنا اخذنا اللي في الصوره والمئات اللي كانوا ورا الصوره الى الان لم نصل اليهم، يعني اعضاء لجنه السياسات الاسماء الكبيره هي فين؟ يعني وهتحتاج وقت انك توصل لها. يعني انا بقول ان احنا دلوقتي التحدي الاكبر علشان نثبت ان احنا اسقطنا نظام هو ان احنا نبني دوله. بناء الدوله يتطلب مننا ان كل واحد يركز في قطاعاته، وكل واحد يركز في ان الفساد ما ينتشرش اكتر من كده، وكل واحد يركز في ان احنا الشارع يهدأ، وكل واحد يرجع لبيته علشان نبدا نشتغل ونبدا نبني بيتنا. في ناس بتنهار اقتصاديا، في ناس في بيوت بتتخرب، مش بس محلات ومنشآت بتتحرق، في ارواح بتهدر. الارواح دي يعني بحر الدم ده لازم يتوقف. انا امتى اقطع الطريق على اي تلكيكات، نخليها بالمعنى البلد الدارج، تلكيكات من المجلس العسكري او من الداخليه ان انتوا اساسا بتفسدوا الجو العام، ان مفيش اي تظاهرات في الوقت الحاضر. تجديد المطالب ديت يتم من خلال القنوات الشرعيه اللي هو مجلس الشعب، اللي هو اساسا تم بناء على انتخابات نزيهه، يعني كل اللي في المجلس دلوقتي باراده شعبيه. تمام. اما بالنسبه لمحاربه فلول النظام السابق والحزب الوطني، محاكمات عادله، محاكمات عاجله، محاكمات انها يبقى فيها نوع من الشفافيه، والا انا مش هقدر استرد الاموال المنهوبه بره. طيب جميل، خليني اتطرق برضو لفكره المجلس الاستشاري لما طلب ان انتخابات الرئاسه والترشح ليها تبدا من 23 فبراير. هل شايف ان الفكره دي فكره ايجابيه ولا لا؟ كل الاجراءات اللي بتتخذ دي اجراءات تسكينيه، مش علاج. دي تسكين للالم. لانك انت كده يعني بالمنطق السياسي انت كده ما بتديش حلول جذريه، انت بتدي حلول مسكنه علشان بعد كده ما يحصلش غير ان انت توهم نفسك ان في تغيير. التغيير الحقيقي ان احنا كنا ماشيين في المسار الطبيعي، والدليل على كده التجربه التونسيه. ما التجربه التونسيه على فكره ماشيه في الاطار بتاعها، ما فيش اي تجاوزات او اعتصامات نهائي. المجلس التاسيسي اتشكل والبرلمان اتشكل وتم التوافق على شخصيات يعني حزب النهضه الاسلامي هو اللي يقود الحياه السياسيه، وتم التوافق على رئيس يساري هو اللي يبقى رئيس الجمهوريه. تمام. في توافق وفي تحالفات صحيه بتحصل ما بين الاحزاب لخدمه الشارع. احنا مطالبين دلوقتي ان يعني ما فيش داعي نقدر نقول البيضه ولا الفرخه والكلام اللي انت شايف ان في تفكك في الاحزاب؟ طبعا في الاراء لا طبعا في ده. كل واحد عاوز الذاتيه مش انا هقول مأثر عليهم. لا انا عاوز اقول لك على حاجه. كل واحد بيحب يرتدي ثوب البطوله، ان انت اساسا انا اللي عملت الثوره دي وكل واحد بيحاول يقفز على الثوره. وللاسف ما فيش حزب عمل الثوره. الشعب هو يعني الشباب ما يزعلوش بقى، الشباب اللي هم اللي عملوا الشباب هم اللي عملوا الثوره بالظبط كده. بس الشباب الحماس برضه جارفهم. فانت كشاب دلوقتي عملت الثوره انا ما نزلتش يوم 25 يناير 2011، هتقدر تثبت ده؟ بس انا نزلت. هثبت لك ازاي انا نزلت. النتيجه اللي حصلت الالتفاف حول هدف واحد، اسقاط النظام. احنا نجحنا في اول اختبار، الاختبار الثاني هو بناء الدوله، ده اللي احنا عمالين يبقى فيه ملاحق فيه. طيب. في ملاحق لازم يبقى فيه قرار رادع. ايه هو القرار من وجهه نظري المتواضعه؟ ان دلوقتي الشارع يهدى، مفيش اي نوع من انواع الاعتصامات في الوقت الحاضر، وهيتم القصاص لارواح الشهداء، وهيتم المطالبه بمحاكمات عادله للفاسدين، وهيتم الدستور، وهيتم انتخابات رئاسيه. طب خليني بس، انت دلوقتي يا شريف بتقول لي هيتم بس بيقول لك هيتم امتى؟ ما هو برضه هي فكره السرعه في اجراءات المحاكمات دي نقطة مهمة جدا. احنا معانا اتصال تليفوني نستقبله. معانا. الو. الو مساء الخير. اهلا بيكي. الو مساء الخير، ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا بيكي يا استاذة هدى. سلامي للاستاذ اللي مع حضرتك. استاذ شريف. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. انا ليا بس يعني سؤال لحضرتك، ان انا يعني شهادة بالنيابة عن ابني، عشان انا كان ابني يوم المواضيع بتاعة الكورة ديت كان هو رايح النادي اللي هو بتاع القاهرة اللي هو ماتش الزمالك.
ايوه الزمالك والاسماعيلي. ايوه، فحضرتك اتفضلي. انا وهو رايح في الطريق، انا لما شفت هنا في التلفزيون ممكن حضرتك توطي التلفيزيون على الاخر بعد اذنك. فحضرتك انا هنا الماتش كان قبل ما يبدا هناك اللي هو كان في بورسعيد ده، حضرتك الاتوبيسات كانت في الشارع لسه، يعني اللعيبه ما كانوش نزلوا ولا لسه الماتش بدا. تمام. فحضرتك انا لقيت بلطجيه عاملين يجوا ورا الاتوبيسات بيكسروا فيها بالطوب. تمام. والعساكر اللي هم بتوع الامن المركزي في الشارع دول بقى يجوا وراهم عشان يمنعوهم. فانا خفت، فكرت ان هو ده النادي ده هنا. كويس. فاتصلت بابني في التليفون قلت له ارجع احسن انا شفت كذا كذا دلوقتي. قال لي يا ماما صاحبه كان معاه، ففكر ان هو فعلا في النادي ده. فصاحبه خد التليفون قال لي يا طنط ده مش النادي ده في نادي في بورسعيد، في ماتش تاني. تمام. في بورسعيد. هو سؤالك ايه؟ سؤالك يا مدام؟ قال ان الموضوع ده بادئ حضرتك من قبل ما الماتش يبتدي. كان باين قبل الماتش ما يبتدي. من قبل ما الماتش ما يبتدي حضرتك، والبلطجيه دي متحضره هناك وبتكسر، وكانت مستقصده الاتوبيسات بتاعت اللعيبه وحاجات زي كده. بشكرك جدا يا مدام هدى وشكرا ليكي. مدام هدى بتقول ان المفروض ان في معطيات للاحداث بتبان. من ضمن المواقف اللي حصلت ان كان في تعدي على اتوبيسات اللاعبين والجمهور قبل ما الماتش يبتدي. فليه ما يعني ملخص ان ليه ما تتلغيش المباراه، وليه ما سمحنا ان كل ده يحصل؟ هلغي المباراه النهارده، هيحصل ايه بكره؟ هبدا يعني قرار مثلا، يعني الاعمار بيد الله، بس ونعم كان بالله. في 74 شهيد يعني ده دول على عيني وراسي. يعني دول لازم على بالله. فكره يعني بالعكس اي واحد ان شاء الله حتى لو طفل اتجرح لا، اي دم مصري يهدر ده لازم على فكره يبقى له ثمن ويبقى له احترام. بس هقول لحضرتك حاجه يا استاذ محمد، لازم نكون صادقين مع نفسنا. على مدار التاريخ مفيش ثوره من غير ضحايا. احنا مع الاسف عندنا ضحايا، والضحايا على فكره دلوقتي انا الارواح دي لازم ناخد حقها، ولازم فعلا يبقى في قصاص ليها. لكن في ضحايا تانية بقى في لقمه العيش اللي اصبحت دلوقتي مش متاحه في الشارع المصري. في محلات كتيره اتقفلت، وفي ارزاق كتيره توقفت. النهارده احد اعضاء مجلس الشعب قال لك يا جماعه يجب ان نحذر ثوره الجياع. يعني احد طبعا. اعضاء مجلس الشعب طلع قال احنا لازم يبقى في تحركات سريعه، لان في ثوره هتيجي اسمها ثوره الجياع، ودي هتبقى مشكله كبيره جدا مش هترحم حد. بيحملونا احنا بقى، احنا يعني هنفترض ان حضرتك انا وانت في جبهه الثوار اللي باحثين عن تطهير. هم بيحملونا الفكره ديت ان انتوا مش صابرين على اي اجراءات من اي نوع. انا دلوقتي عندي مهله محدده امهلها لي المجلس العسكري، اوكي انا موافق، هتسلمني السلطه في نهايه يونيو. على مدار ده لازم اكون حريص جدا ان كل قطاعات الدوله تبقى في حاله نشاط، لازم يبقى في عجله العمل وفي حاله تطهير برضه، وحاله تطهير، لان انت عندك ازمه ان مؤسسات الدوله فاسد، يعني فيها كم فاسدين في كل المؤسسات بالضبط. يجب ان يتم تطهيرها في كل المؤسسات. بس التطهير مش هيجي الا ان انت يبقى في عناصر يتم اختيارها، عناصر ايجابيه بقى يتم اختيارها، هي اللي تبقى في القيادات او الناس بقى اللي تحت اشرافهم هم اللي بيشتغلوا بذمه وضمير واتقان، وبالتالي انت ممكن تحارب اي فساد. تمام. والفساد مش هيتحارب او يقضى عليه بين يوم وليله، هياخد وقت. لكن انا دلوقتي موجود في ميدان التحرير واجدد المطالب. ايه العائد بده كله؟ ايه العائد من ده كله غير ان في ارواح بتهدر زياده؟ ايه العائد من ان انا كده بستفز المجلس العسكري؟ بل بالعكس انا بديله المبرر انه يبان انه هو اللي صح. انا بحارب شويه بلطجيه في الميدان، لا انا ضد الموجودين في ميدان التحرير دلوقتي. انا كنت مع ميدان التحرير اثناء ما كان رئيس المخلوع حسني مبارك موجود، لانه كان لازم يرحل. تمام. وكانت لازم النظام يرحل. بمجرد ما تنحى ابتديت اقول حاجه في اكتر من مناسبه كشريف سمير مقتنع بيها، لابد ان تتوقف الاعتصامات ونتجه الى كل مجال من مجالات العمل. تمام. وفي نفس الوقت يبقى في مراقبين انا بوكلهم زي نواب مجلس الشعب او زي اي حد من تمام. المنظمات بقى اللي بتمارس دورها، المنظمات الحقوقيه والمجتمع المدني، تراقب ايه اللي بدورها. انا بس هستاذنك ان احنا لازم نروح لفاصل حالا، وبعد الفاصل نتواصل معاكم مره ثانيه ببرنامجكم شباب على الهواء، صوت الشباب الحر.